بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا كل الشكر والتقدير لعاطف بيه خليفه ان هو اتاح لنا الفرصه ان انا اقعد في وسط الجامع المحترم اللي انا بحلم بيه وبحلم بيه في المحافظه. وكل الشكر والتقدير لعادل بيه جمعي ان هو منسق العمليه دي كلها، وهو بيدين عليه دايما غلطان. اما حضراتكم انتوا تاج على راس كل بورسعيدي النهارده. احنا اتحرمنا كتير، كان من ضمن جميع محافظات مصر اتحرمنا كتير من البسمه والضحكه والرياضه، بس اللي فعلا يستحق الشكر النهارده اعز ما نملك. جبت كل واحد في مصر بره الضنا اللي جمعنا القعده دي. الضنا الصغير ده هو اللي جمع الاسر والف القلوب بينا وبين بعض. احنا اول لما بنولد ونخلف ولادنا يبقى كل حلم اب وام ان يربيه صح ويستثمر فيه في علمه، ويستثمر فيه في رياضته، ويستثمر فيه في اخلاقه، عشان مصر مش هتقوم الا بكده. احنا ممكن ننظف كتير ونعمل مباني كتير ونعمل منشآت تتكلف مليارات، بس اللي هيستخدم ده مين؟ لا، انا اصرف مال الدنيا على مين؟ عشان هو اللي هيعمل الدنيا دي كلها. فعشان كده انا بشكر حضرتك، عشان كده انا بشكر حضراتكم انه جايين من محافظات مختلفه ومن نوادي مختلفه، بس اللي الفنا بيننا وبين بعض وقعدنا القعده الجميله دي ولادنا. ربنا يخليهم لنا يا رب ويخليهم لكم يا رب كده ودايما وراهم. اما بالنسبه للرياضه، بورسعيد بلد اتنشأت على الرياضه، او بمعنى اصح بورسعيد بلد رياضه اتنشأ عليها محافظه بورسعيد. احنا بنعشق هنا بورسعيد كره القدم والتنس والسباحه والهوكي والسكواش. كل بيت في مصر، كل بيت في بورسعيد في واحد رياضي او اتنين. ده ما كانش الاب او الام اصلا، ده من ايام 56، من قبل 56. ليه؟ احنا لنا ثقافه مختلفه قوي. البورسعيد عباره عن خليط بين ثقافات، ثقافه يونانيه وثقافه ايطاليه وثقافه فرنسيه. لما كان هي قناه السويس بيديرها المؤسسات الكبيره دي، الثقافه دي خلقت فينا عشقنا للرياضه. بس الفتره اللي فاتت العشق اتحول لتعصب. مين اللي القعده دي النهارده اللي محت التعصب ودوبته في اخلاقنا وسلوكنا؟ ولادنا. احنا بنجري وراهم في كل حته، بنجري وراهم في مدارسهم وبنجري وراهم في نواديهم، عشان عايزين يطلعوا احسن مننا في الرياضه وفي العلم. بس ارجوكم، بقول لكل اب وام قدامي دلوقتي، ارجوكم زي ما احنا بنهتم بعلمهم وبنهتم برياضتهم، نهتم قوي ان هم ازاي يعشقوا بلدهم ويحبوا بلدهم. دي مهمه قوي. ازاي يقروا تاريخ بلدهم. التاريخ البلد دي حاجه كبيره قوي. احنا كلنا كنا زيهم وكنا بنحفظ التاريخ، بنحفظه بالارقام. عشان كده مفيش حد قدر يضحك علينا ولا حد يضحك علينا. احنا مصريين خليط، احنا فراعنه في نسيجنا، وقباط في نسيجنا، ومسلمين في نسيجنا. عشان كده بتتحطم عندنا كل المؤامرات، واخرها اخر مؤامره احنا عايشينها. احنا اللي غيرنا الكون كله، مفيش حد بيغيرنا. عشان كده احنا بنقول لاولادنا انتوا ابطال قوي، وبقول لحضراتكم وبقول لاولادنا واحفادنا برضه، احنا
احنا دايما كنا بنفتخر باجدادنا ان هم بنوا الاهرامات وحفروا القناه. لا، احنا نفتخر بنفسنا برضه. احنا بنينا قناه السويس في سنه واحده، العالم كله كان بيشيد بيها. عملنا قناه بورسعيد شرق بورسعيد في اقل من 3 شهور، العالم كله بيشيد بيها. حاجه عندي بورسعيد، يعني من سنه 2001 لغايه 2011 بورسعيد بنت 11,000 وحده سكنيه لمحدود الدخل. في اقل من 18 شهر بورسعيد بنت 20,000 وحده سكنيه. لا، احنا جيل محترم وحاجه حلوه قوي، ولازم نشجع بعض وننمي بعض. الكمال لله وحده، اللي بيشتغل بيغلط ويصيب، وده دورنا بس نشتغل. هدفنا قدامنا وهنحققه ان شاء الله بيكم. هنحققه لمين؟ اللي جابنا النهارده عشان نشجعه وهو بيلعب سكواش. هو ده املنا، هو ده اللي احنا بنستثمر فيه روحنا ودمنا. احنا يا مصريين حاجه حلوه قوي وحاجه كبيره قوي، لازم نفتخر بنفسنا، لازم نفتخر بنفسنا ونشجع نفسنا. معلش انا اسف كنت خرجت بره السياق، بس اقول حاجه ثانيه. الرياضه ديت مش غذاء الروح، لا، ده هي الروح كله، الروح كله، السلوك كله، الاخلاق كلها. انا شخصيا لما حاجه اخطط لحاجه امشي والعب، هتلاقي الفكر يجي لي صح والتخطيط يجي لي صح. وانا قاعد في المكتب وقافل عليا الدنيا كلها عشان بخطط، افخطط غلط. عشان تخطط صح انزل وخليك في ارض الواقع وشوف الدنيا فيها ايه وبص اللي حواليك. خطط وانت في الشارع. ما اولادنا بيلعبوا في الشارع وفي النادي وفي كل مكان، بيجي البيت بيتقيد حريته. عشان كده احنا بنشجع على ده جدا. بورسعيد ان شاء الله الفتره الجايه، خليكم فاكرين الكلمه ديت، كل ضيوفي السنه الجايه واللي بعديها هتيجوا مش هتلاقي بورسعيد الوضع ده، هتلاقي بورسعيد حاجه ثانيه خالص. بورسعيد زي بقيه محافظات مصر بتتسلخ من جدها، بتتطور. بس احنا نفوق لبلدنا بس كده ونشجع نفسنا ونشجع عمالنا والدكاتره والمهندسين اللي بيبنوا كل دوت. اخر حاجه اقول لحضراتكم، انا اللي انتوا عملتوه النهارده في بورسعيد والروح اللي بعتوها او بعثتوها في كل تاجر وفي كل اسره وفي كل شارع في بورسعيد، شكر الدنيا مش هيوفوا شكركم. عشان كده انا طماع، عايزكم مره واثنين وثلاثه واربعه عشان نتدفى ببعض كده ونحس بمشاعر بعض كده، ونشوف ولادنا وهم بينجحوا بياخدوا بطولات، وبيشوفوا ولادنا وهم بيشوفوا محافظاتهم فيها حلاوه ايه. الحاجه اللي لازم اقولها لولادي الصغيرين، قناه السويس اللي وراكم ديت بيمر فيها 65% من حجم التجاره العالميه. اقولها تاني، 65% من حجم التجاره العالميه. هقولها تالت، 65 من حجم التجاره العالميه. يعني معنى كده ان شاء الله السنه الجايه واللي بعديها هتلاقوا المعارض اللي احنا بنطلع نشوفها في دبي وفي فرنسا، هتلاقي المعارض العالميه ديت موجوده في بورسعيد عشان نحققها. هتشوف مدينه شرق بورسعيد الجديده اللي عباره عن 40 مليون متر مربع منطقه صناعيه، مينا بطول 9 كيلو ونص، منطقه لوجستيه. بورسعيد هيبقى فيها مكان المينا 2 مينا، الدنيا واللي فيها ان شاء الله لمصر كلها. انا بشكر حضراتكم ونورتونا وشرفتوا بصحبتكم. الحقيقة سيادة المحافظ عمل بانوراما رياضية تنموية في خلال هذه الكلمة القصيرة التي أجمعت وأوجزت. شكرا سيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. الحقيقة في النهاية دايما بيجي دور التكريم. اليوم احنا جايين وسيادة المحافظ ده يكرم أبناء مصر